دايما بننظر للبراكين على إنها واحدة من أقوى العناصر الطبيعية اللي ساعدت على تشكيل اليابسة، وده طبعا بغض النظر عن أضرارها المادية والبشرية. عندنا مثلا أكبر بركان نشط في العالم هو بركان مونا لو، وعلشان ده يعتبر أخطر بركان في العالم حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من تكدس رماد بركاني حول البركان، ده لأنه بيتسبب في صعوبات تنفسية للسكان وصعوبات تشغيل المحركات والأنظمة الإلكترونية. وبرغم خطورته الكبيرة دي لكن في الوقت الحالي ما بيشكلش أي تهديد على المناطق المحيطة بيه، وطبعا ده كل لخطورة ثورة البركان. وفي الحقيقة إن خوفهم الكبير ده لأن البركان ثار 33 مرة في عام 1843، وكان ثوران المرة الأخيرة في 1984 واستمر 22 يوم، لدرجة إنهم أحيانا بيطلقوا عليه اسم الجبل الكبير، ده بسبب وزنه الكبير الضخم واللي شاهد على كتير من الانفجارات. ولما انفجر طلع منه كمية كبيرة من الحمم البركانية اللي موجودة في المحيط الهادي، والانفجارات العملاقة واللي كانت السبب في تدمير بعض المدن. ده كان بالنسبة لأكبر بركان في العالم بركان مونالو. تاني نوع من أخطر البراكين الموجودة والنشطة والأكثر خطورة في العالم بركان جبل نيرا كونجو، البركان اللي تاريخه وخصائصه بتجعله واحد من أكتر البراكين إثارة للاهتمام بالنسبة للمجتمع العالمي الدولي. بنتكلم عن جبل وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على بعد حوالي 20 كيلو، منطقة محاطة بالغابات الاستوائية واللي غنية جدا بالمعادن والموارد الطبيعية، وده بقى بيمثل خطر مميت محتمل في حالة حدوث ثوران البركان مرة تانية. موجود في حمم بركانية سائلة والانبعاثات الهائلة لثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون. طب يا ترى السؤال المهم، هل مصر فيها براكين؟ أكد الأستاذ عبد الجليل الهويدي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم إن مصر لم تشهد على أي ثوران بركان قبل كده، وقال كمان إن أحدث بركان حصل كان من 30 مليون سنة، وده اللي نتج عنه العديد من الصخور، وده طبعا من نعم ربنا علينا لأنه ما كانش أي سبب في تهديد حياة الإنسان. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا فيديوهات تانية جديدة.